يا طنط. في ايه؟ بس وطينا صوتك كده. اخت جوزك نايمه جوه بترتاح. ضربني، يرضيكي ضربني كده. انا عملت ايه عشان اتضرب كده؟ اكيد نرفزتيه وعصبتيه. طبعا الواد نزل من غير فطار، صح؟ اتفضلي اقعدي جنبي كده، امسحي وشك وارتاحي وما تتصيش باهلك بقى عشان ما يهزقهمش زي المره اللي فاتت. واطلعي اعملي لقمه كده، اطلعي اعملي لقمه واتصلي بيه راضيه كده. راضيه وابعدي عننا الشيطان يا ست. يلا، ما يجوزش عليها غير الرحمة. بس وريتني ايام كتير قوي سودا، كان نفسي تعاملني زي بنتها وتعتبرني بنتها. بس يلا بقى، انا مش عايزه افتكرها ولا افتكر ايامها خالص. ويا رب الايام اللي جايه تبقى كلها سعاده مع جوزي، اهو مصدر القلق والنكد راح. لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا بنتي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصي يا طنط، بصي خبطني في وشي ازاي. يرضيكي يخبطني في وشي كده؟ لا يمد ايده عليكي ازاي؟ ده انت بنت ناس يا بنتي، ده انت امانه عندنا يا بنتي. لا غلطان، لا غلطان. لو سمحتي يا طنط بقى، انا عايزه حقي. انا اجيب لك حقك، ولو ما ارتضيتيش وجبت لك حقك تتصل باهلك واللي يرضيك انت واهلك نعمله. انت بنت ناس يا بنتي وامانه عندنا. ايه يا ابني؟ ينفع يا ابني؟ ينفع بنت الناس يا ابني؟ يرضيك يحصل في اختك كده يا ابني؟ تجيلنا مضروبه كده بالمنظر ده يا ابني؟ تجيب هديه حلوه وانت جاي لمراتك، لو ما معكش قول اديك فلوس وراضي بنت الناس؟ لا يا ابني، لا مش عايزه اسمع مبررات. بدل ما اديت ايدك يبقى الحق بقى عليك. راضيها وبعدين نتكلم، نعرف غلطك وتعرف غلطها. الله يرحمها، انا حزينه عليها من قلبي قوي بجد. يعتبر سند ليا كبير قوي راح. انا فعلا كنت بحبها، انا معتبراها قدوه ليا في حاجات كتير. كانت ست حكيمه وكانت حقانيه جدا. انا طول الوقت هفتكرها واعمل لها حاجه على روحها. واي فلوس هتيجي لجوزي ميراث او حتى من شغله هفكر يعمل صدقه جاريه على روح طنط. انا كنت بحبها قوي، ربنا يديها على قد طيبتها.